السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ فيديو جديد وحلقه جديده من برنامجكم المفضل ليتس انجلش، يلا انجليزي. بكل بساطه محتوى القناه ده بيتكلم عن اللغه الانجليزيه وتعليم اللغه الانجليزيه وانجليزي من الافلام بجميع مشتملاتها، ما تعدش قراءه، كتابه، تحدث، صوتيات، استماع، ومش كده وبس، لا، نصائح للدراسه ونصائح للمذاكره وكل ده واكثر في قناتنا ليتس انجلش. عشان كده انا بنصحك والدنيا كلها تنصحك والمتابعين بنصحك، بقول لك انزل حالا اعمل سبسكرايب وادينا لايك كده حلو وكومنت مشجع. ومن غير كلام كتير يلا نبدا في الفيديو بتاعنا. حلقة النهارده هنتكلم عن مصطلحات باللغه الانجليزيه العاميه، مجمع لكم كده اهم او 5 مصطلحات اساسيه جدا في اللغه الانجليزيه العاميه بيقولها الامريكان لبعض ومستخدمه كتير، زي ما احنا مثلا عندنا احنا في العرب هنا السلام عليكم مستخدمه كتير قوي. برضو المصطلحات اللي انا جايبها لك ديت مستخدمه كتير جدا في شوارع امريكا، وانت كشخص بتتعلم اللغه الانجليزيه لازم تكون عارفهم او لازم تكون مثقف، عشان لو في يوم من الايام انت سافرت مثلا او انت بتتكلم مع اي شخص في برامج التواصل، مثلا شخص اجنبي وقال لك مثلا كلمه او مصطلح عامي، المفروض تكون انت عارفه كشخص انت بتتكلم معاه، لازم تكون انت ملم بالحاجات دي كلها. عشان كده جمعت لكم 5 اساسيات او 5 عناصر او 5 مصطلحات مهمه جدا. وتعال نخش على طول في اول مصطلح. اول مصطلح معانا هو I never break my word، وده معناه انا لا اتراجع عن كلمتي، او انا كلمتي واحده، انا يا عم اللي انا بقوله بيمشي. انا بقول لك كلمه او انا بقول الحاجه وقد مسؤوليتي. ده ما احنا عارفين ده تستخدمه مثلا لما تكون انت بتتكلم مع اي شخص او بتتكلم مع حد، وانت مثلا بيطلب منك حاجه او انت تطلب منه اي حاجه مثلا او مصلحه يعملها لك. يا عم عيب عليك، عندنا بالمصري يا عم عيب عليك، انا الحاجه ديت انا تحت مسؤوليتي والحاجه دي انا قدها وهعملها. وانت حابب تعبر عن كده باللغه الانجليزيه العاميه فتقول I never break my word. I never break my word. I never break my word. And I never go back on my word. إذا معنى مصطلح I never break my word هو أنا لا أتراجع عن كلمتي. دون ورايا الكلام دوت كده وادينا عقلك وسيب لنفسك كده وركز معايا، عشان الحاجات اللي أنا بقولها دي تسمعها في أي قناة تانية، حاجات كده محترفة أو حاجات من الإيه؟ من القلب يعني. المصطلح التاني معانا مهم برضو جدا وركز معايا، هو use your noddle، وده معناه شغل مخك أو صحصح معايا، او ركز معايا في الحاجه اللي انا بقولها دي. طبعا ده لما يكون مثلا انت قاعد في فصل مدرسك بيقول لك ركز معايا، او انت مثلا او واقف جنب المعلم بتاعك طبعا بيقول لك صح يلا او ركز معايا، فانت مثلا انت عاوز تعبر عن كده باللغه الانجليزيه فانت بتقول يوز يور نودل، شغل مخك يا حبيبي، او ارجوك شغل مخك. اذا مصطلح يوز يور نودل معناه شغل مخك او ركز معايا. Dwight, use your noodle. Dwight, use your noodle. That's using your noodle. Peggy, use your noodle. نخش بالمصطلح الثالث على طول، وهو المصطلح الثالث معانا هو who cares، من يهتم، او بمعنى المصري بتاعنا طز. تستخدمه في اللامبالاه، في حاجه انت مثلا مش حاططها في دماغك، او حد بيقول لك خبر او حد بيقول لك معلومه ما، انت تقول يا عم مش مشكله سيبها على الله، طز مش هاممني، مش عاوز اعمل اي حاجه. فانت عاوز تعبر عن كده باللغه الانجليزيه تقول who cares man، مين اللي بيهتم. اذا معنى مصطلح who cares معناه قول برافو عليك، مين اللي يهتم؟ مفيش حد. Who cares? Who cares? Who cares? Who cares? المصطلح الرابع معانا واغلبكم عارفينه واغلبكم سمعوه لان هو بيتدرج كتير جدا جدا، ده المصطلح ده انتوا المفروض تكونوا عارفينه، هو واتساب، يعني ما الاخبار. ده بتستخدمه بديلا عن جميع مصطلحات كتير جدا، مصطلحات احنا درسناها في المدرسه وخلاص، مصطلحات انت لو قدام اي حد او قدام اي شخص هيعرفها. طب انت فين بقى الاحتراف في كده؟ انت فين الدراسه اللي انت درستها وفين الكلام ده كله؟ عشان كده لازم تكون انت سابق سنه، سابق عن الناس اللي بتعلمهم في المدارس او الناس اللي مش مهتمه بتعليم اللغه الانجليزيه اصلا. لازم تكون سابق عشان تبان شخص متمكن وشخص اجمل بكتير. واتساب معنى ما الاخبار او بمعنى كيف حالك، تستخدمها مثلا هاو ار يو او هاو اتس جوينج او حاجات تانية مصطلحات تانية كتير، ولكن ده خفيف واشهرهم واتساب ما الاخبار. اذا معنى مصطلح واتساب هو ما الاخبار. ممكن برضك تبدله بالمصطلح اللي قلت لك عليه هاو اتس جوين، برضك نفس الحوار، مصطلح برضك عامي ومصطلح تقيل شويه، عشان كده ما جبتوش. فانت واتساب احسن بكتير وخفيف وبيتحفظ مع واتساب. انت كده كلنا بنستخدم الواتساب بتاعنا، دي واتساب دي واتساب. تمام. What's up? What's up? What's up? What's up? خش في المصطلح الخامس معانا على طول، هو هيت ذا رود، وده العباره دي بيستخدمها الامريكان لما بيكونوا مغادرين، لما بيكونوا ماشيين، لما يكون مثلا هم قاعدين في بيت او متجمعين في حاجه واحنا ماشيين فبتقول هيت ذا رود،
مثلا المثال هيوضح اكثر. المثال بيقول it's time to go the home so it's hit the road. هذا الوقت للرحيل، اذا حان الوقت للمغادرة، يلا احنا ماشيين. اذا معنى مصطلح احنا مغادرين او احنا مروحين بتقول، او صعبة كده باللغة الانجليزية تقول hit the road. hit the road احنا ماشيين. Hit the road. And if you Hit the road, Bucky. Let's hit the road. احنا مش احنا سالكين. معلش كده عندي شويه افيهات كده، انا عارف معلش سامحوني استحملوني. فكر ان احنا كده خلصنا حلقتنا. لا ورب نجيب لكم انا مصطلح كده مهم، مصطلح حلو قوي، مصطلح كده زياده من عندني مني ليكم، ومعروف برضك ومشهور بيتقال على لسان كتير، عشان كده لازم انك تعرف في حلقتنا دي. هو كول، معنى رائع. واش بقى تقول ايه جود، او تقول مثلا ويل دان، او تقول مثلا اي الكلمات دي كلها ادمنت. فانت مثلا شفت حاجه مدهشه قدامك، او شفت حاجه مثلا خياليه، فتقول كول، رائع. حتى اصلا كلمه حلوه وانت بتطلعها من لسانك كده ايه حلوه. بس كده وصلنا، نكون وصلنا لاخر حلقتنا. يا رب تكون استفدت من الحلقه دي. عشان كده لو انت استفدت انزل حالا اعمل سبسكرايب كده وادينا كومنت مشجع. بس كده، سلام.